بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل الكوكيز بطريقه سهله جدا. اول حاجه هنجيب حوالي ربع كوبايه زبده او صباع زبده، هنقلبهم كده كويس جدا. الطريقه دي سهله جدا وسريعه وحلوه جدا بصراحه وناجحه جدا. بعد كده هنحط نص كوبايه سكر بني. هنقلب بقى المكونات دي مع بعضها بالطريقة ديت. هي بطريقة سهلة جدا، ويجربوها. بعد كده بقى هنحط 6 معالق سكر أبيض عادي. وهنحط كمان بيضة ونص معلقة ملح ومعلقة بيكنج صودا على الخلطة ديت، وهنحط معلقة فانيليا وهنقلب بقى المكونات دي في بعضها وكوباية شوكولات شيبس. كل ده هيتقلب كله مع بعضه بقى بالطريقة ديت. احنا حطينا الاول الزبدة والسكر البني وحطينا ال6 معالق سكر الابيض، وبعد كده هنحط بيضة وهنحط معلقة فانيليا على البيض وهنقلب كويس جدا. هنحط معلقة بيكنج صودا. هنحط بقى على الخلطة دي بعد ما نعملها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، لحد ما تبقى كلها داخلة في بعضها. طبعا هنحط بقى الكوباية ونص دقيق وهنقلب بقى كويس جدا. وبعد الخطوة دي بقى بعد ما كله يتجانس في بعضه كده، هنبدأ بقى نحط الشوكولات شيبس. وبعد كده هنبدأ بقى نكورها. بنسيبها الأول في التلاجة حوالي نص ساعة. هنسيبها بقى في التلاجة حوالي نص ساعة. بعد كده هنطلعها وهنبدأ بقى نكورها كده كور على قد الكوكيز كده، وهنحطها في الفرن. طبعا ما بتقعدش وقت طويل، يعني حوالي 15 دقيقة كده، وبنطلعها بتبقى طعمها جميل جدا. وان شاء الله هتعجبكم وطريقة ناجحة جدا، ويبقى الف هنا وشفا. ويا ريت يا جماعة تعملوا لايك وشير. يا ريت لو حد جربها بالطريقة ديت يقولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.